إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناداه. حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حدود، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من سنن الله في خلقه أن فضل بعض عباده على بعض، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كما فضل بعض الأزمنة والأمكنة، ووضع على عاتق من فضلهم تبعات ومسؤوليات يقدر على أساسها التكريم وتتحدد الدرجات. ورسل الله من الفضل في القمة، ومن القرب من الله في درجة لا يدانيهم فيها أي مخلوق على الإطلاق، ولذلك عصمهم من الذنوب، وفرض عليهم من التكاليف والالتزامات ما يعد ضريبة أو رسوما في مقابل هذا التكريم. فبعض الحلال لغيرهم ممنوع عليهم، وبعض المندوب المستحب لغيرهم فرض واجب عليهم، وآخذهم على النسيان الذي رفعه عن الناس فعده عليهم عصيانا، وعاتبهم على الخطأ في الاجتهاد وإن قرر لغيرهم أجرا عليه وثوابا، ذلك أن منزلتهم من منزلة من شرفهم، وهم في مقام القدوة، وللقدوة التزاماتها، وفي أعين الناس موضع ثقة لا يرضى لهم أن يفقدوها. رأينا الرسول الكريم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، مع أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويعزف عن أكل الثوم والبصل ويبيحه للناس، لأنه معرض لمناجاة الملائكة الذين يحبون الطيب من الريح. ويواصل الليل بالنهار في الصيام، وقد نهى عنه أصحابه قائلا: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ويتعفف عن أخذ الصدقة مهما كانت الحاجة، لأنه لا يحب أن تكون يده السفلى، وهي دائما العليا بكل عطاء. إن زوجات الرسول حظين بشرف لم تحظ به واحدة من النساء، وكانت ضريبة التشريف مضاعفة العقوبة إن حدث منهن ما يمس شرف هذا البيت الكريم، وفي مقابل ذلك ضاعف ثوابهن على الالتزام والمجاهدة للنجاح في هذا الامتحان الكبير. قال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذلك أنهن في مقام القدوة التي تحتم عليهن إعطاء صورة طيبة لحياة الرسول معهن كأكرم زوج وأفضل رسول. إن الشخصيات الكبيرة من الرسل والعلماء والقادة والمصلحين والمسؤولين لا ينبغي أن يتورطوا فيما يتورط فيه عامة الناس الذين يتخذونهم قدوة يترسمون خطاهم وينسجون على منوالهم،
فزلة الواحد منهم زلة الآلاف والملايين، والصغيرة منهم تعد من كبائر الذنوب، والمباح لغيرهم هو في حقهم منكر مذموم. وقديما نظر العلماء فيما نسب إلى الرسل المعصومين من أمور عبر عنها بالذنوب، فقرروا أنها لا تستوجب العقوبة عند عامة المكلفين، لكنها لا تليق من الخاصة المكرمين، وعبروا عن ذلك بقولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلكل درجة التزاماتها التي تتكيف بها الأحكام، والناس فيها مختلفون. وإذا كانت المناصب الحساسة تفرض على أصحابها قيودا شديدة ليكونوا نماذج طيبة، فلا ينبغي أن ننسى أنهم بشر غير معصومين، ولكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، فعلينا ألا نسرع بظن سيء أو عمل غير مسؤول. فالحديث الشريف يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حدود، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية.